اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. اخباركم ايه؟ يلا بقى النهارده راجعين بفيديو قوي جدا، هيشجعك وهيحمسك وهيخليكي تقومي تشوفي كل اللي وراكي من بعد ان دخلت العيد والكسل. يلا بقى النهاردة الفيديو بتاعنا كله تشجيع كده وحماس من الدرجة الأولى. أول حاجة كده عملتها، دخلت على الأوضة هشوف كده ايه أي حاجة كده عايزة تتظبط فيها. بدأت كده بالكنبة، نفضتها كده تنفيضة كده كويسة وهظبطها كده كويس تمام. وعلى طول هبدأ هرجع كده المخدات مكانها. دخلت برضو على الكنبة التانية، هنفضها برضو كويس وهظبطها كده. وهرجع كده كل حاجة كده مظبوطة. عاملين ايه؟ انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، اتأخر عنكم معلش، بس تعبانة شوية. رجعت لكم اهو بفيديو قوي جدا هيشجعك وهيحمسك. بس ما تنسينيش في اللايك، ولو انتي اول مرة تشوفي القناة اتمنى ان انتي تشتركي فيها. تمام، خلصت كده على طول هبدأ ان انا اكنس الارض كويس. زي ما انتوا شايفين كده كان فيها لب وحاجات كتير كده في الارض، فيها كنسها كويس جدا. فكنت بعيد كذا مرة على الارض عشان يطلع اللب من السجاد زي ما انتوا كده شايفين. خلاص كده خلصت انا، وكده هركنهم على جنب. خلاص كده تمام. بصوا كده الأوضة نضفتها بقت زي الفل. ايه رأيكم كده؟ خلاص خلصت كده. انا على هبدأ كده شلت الفرش اللي عليها كله، الملاية وكل حاجة شلتها، وهغير الملاية بتاعتها واحط لها ملاية نضيفة. اول حاجة كده جبت المخدة، فهبدأ ان انا اركب كده المخدة بتاعتها. ركبت كده المخدة وهشيل اي حاجة على السرير، المخدات والكوفرتة واي حاجة عشان نفرش الملاية بتاعة السرير. هجيب كده الملاية بتاعتي، وهبدأ ان انا هفرش السرير كده.
زي ما انتوا كده شايفين. هظبط كده الملاية كويس واظبطها كده من الجوانب. هروح برضو على الناحية التانية هظبطها برضو. خلاص كده انا فرشت الملاية، وهجيب المخدة وهحطها. تمام. وبعد كده هجيب المخدات وهحطهم على السرير كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت كده الكوفرتة كده على جنب. خلصت كده، جبت كده المكنسة بتاعتي وهبدأ ان انا اكنس الارض. هي ما كانتش فيها تراب كتير، كنستها برضو بالمرة. وخلاص كده خلصتها زي ما انتوا كده شايفين. فايه رأيكم كده؟ تعالوا بقى ندخل على الصالة. زي ما انتوا شايفين كده كانت منهارة. شلت برضو كل الفرش اللي كان على الكنبة وكان على السرير، واي حاجة كانت في الصالة شلتها عشان نبدأ نفرش مع بعض. اول حاجة الكنبة كده، فجبت هجيب كده المخدات وابدأ اللي انا احط فيهم الكساوي بتاعتهم زي ما انتوا كده شايفين. تمام. وهظبط كده الدنيا. تمام. فيا رب يكون الفيديو عجبكم كده وتشجعتي كده وتقومي تشوفي اللي وراكي، واكون شجعتكم لو بحاجة بسيطة. تمام. وهكمل كده برضو كده المخدة التانية برضو هبدأ اللي انا اركبها كده واظبطها كويس جدا زي ما انتوا كده شايفين. اخر مخدة كده هركبها كده. عشان نخلي الدنيا زي الفل معانا. خلاص كده هظبطها كده. تمام كده انا خلصت.
وفرشت برضو الكنبة كده، وفرشت عليها فرطة كده. خلصت كده البطانية بتاعة السرير، وبرضو شلت ملاية السرير كده، وهنحط ملاية نضيفة كده. هبدأ كده افرش السرير زي ما انتوا شايفين كده. هفرش كده السرير كويس جدا. هظبط كده من الجوانب. فبعد كده انا هفرش بقية السرير مع نفسي. فرشت كده السرير وحطيت المخدة، فجبت برضو المكنسة. هبدأ على طول أكنس الأرض عشان يبقى كده خلصت السولة كده وخليتها زي الفل. تمام. انا هلم طبعا كل اللي طلع كده من الصالة بالجروف. ايه رأيكم بقى كده في الصالة كده بعد ما خلصت؟ بقت زي الفل اهي كده. تمام. تعالوا برضو هوريكم المطبخ كان نضيف وزي الفل مفيهوش اي مواعين. وكده يكون خلص فيديو النهاردة. مع ألف سلامة.